كل ما يطلبوها مني اقوم جاريه اعملها، لاني سهله وسريعه وكمان طعمها حلو جدا وما بتاخدش مقادير خالص، والمقادير بتاعتها موجوده في كل بيت. وكمان عايزه اقولك اللي ما بتعجنيش فيها نهائي، يعني لو مش شاطره في العجن هتقومي تعمليها برضو. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نص كوبايه من اللبن، عليها معلقتين من السكر ومعلقه من الخميره. قلبت كله مع بعضه بالشكل دوت كده لحد ما السكر يدوب. بعد كده هكون محضرة بيضة، وطبعا البيضة بدرجة حرارة المطبخ، يعني تخرجيها من التلاجة قبلها بساعة، ورشة فانيليا بسيطة جدا. وبدأت اللي انا اقلب البيضة كويس، ونزلت عليهم بكوبايتين من الدقيق، وهتعجنيها بسرعة جدا، هي بتتلم معاكي في كل سهولة. بس قبل بقى ما اعجنها كده خدتها على الرخامة، قلت اعجنها شوية علشان خاطر تلم معايا بسرعة. طبعا المقادير اللي قايلالك عليها مظبوطه بالملي، وهتلاقيها مكتوبه في الكومنتات ان شاء الله. بمناسبه الكومنتات، يلا بسرعه اكتبي كومنت حلو يفرحني كده معاكي، وكمان ما تنسيش تعملي متابعه للصفحه وتقولي لي بتتفرجي عليا منين. خلاص اتعجنت معايا وبقت تمام وزي الفل. في الوقت دوت اقدر اقولك اللي كده تمام، بس في تكايه هنعملها مع بعض، والتكايه ديت مهمه جدا اللي هتخليها من جوه طريه وهشه وطعمها حلو. بعد كده ما عجنتها خلاص، وعايزه اقولك دوت يعتبر مش عجن، ده كده انت بتلمي العجينه بس. حضرت بقى معايا مكعب من الزبده، سيحته في الميكروويف، او تقدري اللي انت تطلعيه من قبليها بساعه على الرخامه عندك، وتقدري بقى اللي انت تحطي المكعب دوت كده، وتقدري كمان تستبدليه بالزبده، تحطيه في قلب العجينه وتبداي تعجني بالشكل ده. في الوقت دوت العجينه بتكون لينه معاكي جدا، وهتحسي كده اللي هي فرولت معاكي. ما تخافيش، هتلم معاكي بكل سهوله من غير ما تزودي دقيق ولا تزودي اي حاجة تانية. كده خلاص اقدر اقولك ان العجينة بتاعتنا بدأت اللي هي تتلم معانا. خلاص كده، خلاص يا ست الكل. يلا بقى عايزاكي تعملي الوصفة ديت وتقولي لي رأيك فيها ايه، مش رأيك انتي بس، رأي الولاد، لان هي هتعجبهم جدا. خلاص العجينة اتلمت معايا وبقت طرية ولينة كده معايا وسهلة التشكيل على طول. بس انا طبعا عشان حاطة خميرة فهسيبها ترتاح شوية. طبعا بالنسبة للحر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، فانا هسيبها كده نص ساعة. هغطيها بستريتش راب وهسيبها في المطبخ شوية. بس كده خلاص. بعد بقى نص ساعة كانت خمرت معايا بالشكل ده، هخرج منها الهواء بكل سهولة، وهروح واخداها بقى على الرخامة ومقطعاها بقى زي ما انتي هتشوفي دلوقتي. لمتها كده معايا كورة، وهقطعها نصين، وكل نص هقطعه نصين، وكل ربع هقطعه نصين برضو. ممكن تستبدلي القطاعة ديت بالسكينة. هاخد بقى كل كورة منها كده واقفلها كورة، كل قطعة هقفلها كورة. حجمها يبقى متوسط، مش كبيرة قوي، تبقى مناسبة جدا لان لسه هتخمر والحجم بتاعها هيتضاعف. الكورة ديت تقريبا كده بوزن 50 جرام 60 جرام، لان حجمها كبير، وكمان لما تتضاعف هتبقى اكبر شوية. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. عايزه اقولك ما خدتش وقت خالص، وسهله وسريعه وطعمها حلو جدا، وهتبهري بيها البيت كله. وكمان بقى الحشوه بتاعتها حاجه كده بسم الله ما شاء الله. انا النهارده مش هحشيها، بس هقولك انا هعمل بيها ايه. غطيتها بكيس بلاستيك وسبتها تريح قد نص ساعه، وبعد كده جبت بقى معايا زيت واستنيت لحد ما سخن، بس ما سخنش قوي، يعني يعتبر دافي. نزلت كده بكام قطعه، وطبعا ما زودتش كتير علشان خاطر لسه حجمها يتضاعف وما تاخدش المكان كله. بالمعلقه كده بترش عليها من فوق الوش شويه من الزيت. في الوقت دوت انا سيحت كده نص قالب شوكولاته، والشوكولاته اللي انا استخدمتها هي سما، سعرها حلو وكمان طعمها حلو. خدت كده نصه من غير اي حاجه خالص، مش عايزاها تخرز معايا. انا سيحتها في الميكرويف على 30 ثانيه بس. هنا بقى كانت اتحمرت معايا، وبدأت بقى اللي انا اقلبها على الناحيه التانية. وطبعا زي ما قلتلك اللي الزيت اول ما يسخن تهدي النار، واحنا كده كده مش محتاجينه سخن عشان تستوي معانا من جوه. خلصت الكميه كلها، هنزل ببقيه الكميه كمان بالشكل دوت كده. حجمها بيكبر زي ما انت شايفه كده، وطعمها حلو جدا.
في الوقت دوت خلاص انا كنت قليت بقى الكمية كلها. هاخدها بقى اغطسها جوه الشوكولاتة كده وهسيبها بقى على الطبق لحد ما ايه تبرد شوية، والشوكولاتة كمان تمسك يعني. كده تمام قوي. هخلص بقى الكمية كلها وارش بقى على وشها شوية جوز الهند. ممكن تحطي مكسرات وممكن تسيبيها زي ما هي كده، بس انا حطيت حاجة كده بسيطة من جوز الهند. عايزة اقولك طعمها حلو جدا وسهلة وسريعة، والولاد كلهم هيحبوها. تقدري كمان بدل الفوق الوش الشوكولاتة تحشيها من جوه شوكولاتة او مربى او اي حاجة الولاد بيحبوها. تقدري تستبدلي الحلو بالحادق، تعمليها سندوتشات برضو هتكون حلوة جدا، اسهل بكتير جدا من اللي بتتعمل في الفرن. ده كده بقى شكلها النهائي. طبعا كلنا عارفين بنجيبها بره بسعر عالي جدا، الدونات اسعارها بقت رهيبة، لكن لما تعملي الكمية دي كلها من كوبايتين دقيق او البيت كله ياكل يبقى كده تمام.